أثابكم الله فضيلة الشيخ، الذي سبق له أن نقل من الشائعات على أعراض المؤمنين والمؤمنات، فماذا يفعل الآن؟ أثابكم الله. لا توبة له حتى يبرئ من ظلمه. فإذا تكلم في امرأة عند أحد يذهب إليه ويقول له إنه كاذب وإن المرأة عفيفة. إذا طعن في عرض شخص ولو عند 100 شخص يذهب إلى 100 شخص ويخبرهم أنه كاذب وأن فلان أو فلانة بريئة مما نسبها إليه. لا توبة له حتى يعترف أنه كذب على هذه الأعراض العفيفة. هذا أول شيء، لأن هذا حق خاص. لا توبة منه حتى يكذب نفسه، لأن هناك أناس يعتقدون صدقه. وهكذا لو طعن في عقيدة شيخ أو داعية أو طعن في سلوكه أو منهجه وكذب وفجر أو نقل الشائعات، والله يقولون فلان عقيدته فيه أو كذا، لا عذر له حتى يذهب إلى الأشخاص واحدا واحدا، وإلا يتحمل بين يدي الله، لأنه نقل كلاما له أثر، والذي سمعه سيعمل بموجب كلامه. فقد يمتنع من الاستفادة من علم الشيخ أو الداعية، وقد ينقل إلى غيره ويبقى على هذا. لكن إذا رجع وقال ظلمته وهذا ليس بصحيح، فحينئذ أعذر إلى الله وخفت عنه التبعة بالنسبة للشخص الذي أبلغه. هذا أول شيء بالنسبة للناس الذين أثر فيهم. ثانيا، الشخص صاحب الحق يذهب إليه ويقول ظلمتك وتكلمت فيك بدون حق، أو نقلت شائعة عنك وظلمتك فيها فسامحني. فإن سامحه، والمنبغي عليه أن يسامحه، أن أخوه المسلم يسامحه فيسامحه. فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فيكون أجره على الله عز وجل. والأمر الثالث أن يتوب إلى الله جل جلاله، يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويسأل الله عز وجل أن يعفو عنه فيما كذب على أوليائه وعلى عباده وعلى إمائه. ولذلك الناس تتساهل في أشياء عظيمة جدا. ومن الذي أدركنا أهل العلم رحمهم الله، ومن أدركنا من أهل العلم، نجدهم أخوف ما يخافون علينا اللسان. وقل أن تمر فترات إلا وهم يحذرون من الكلام في العلماء الماضين والعلماء المعاصرين، ويحذرون من طعن فيهم أو لمزهم أو تتبع أخطائهم أو تصيد تلك الأخطاء أو إشاعة الأشياء دون تثبت عنهم. كل هذا خوفا من هذه التبعات والمسؤولية. من إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق. اليوم يتكلم في المدرس، وحتى بعضهم يكون في التحفيظ ما اهتدى ولا استقام إلا عن طريق مدرسه، فتجده يتكلم في طريق قد يقول لا تذهب لفلان، هذا ما يعرف كيف يدرس، هذا ما يعرف كيف يدرس. يعني يمكن اهتدى واستقام على يده ثم أصبح حكم عليه هل هو يصلح للتدريس أو لا يصلح. استذلال من الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك أعقب الله آيات الإفك: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أول خطوة تحقير. ما تجد أحد يتكلم في أحد إلا يحتقره، وتجد في قلبه شيئا، ثم يبدأ الشيطان من هذا التحقير يبث سمومه، وحتى إلى درجة يأتي من باب الخير، يقول له كيف هذا قاعد يدرس التحفيظ، هذا ممكن يفسد الطلاب، هذا ممكن كذا، لا ينبغي أن تنصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما في نصيحة إلا هذا الشيء. إن الله لا يتقى من حيث يعصى. الدين واضح، وطريق التقوى وطريق الالتزام بالدين بين، ليس فيه خفاء. طريق الطاعة الحمد لله ومحبة الله عز وجل ومسالكها في نفع المسلمين والنصيحة المسلمين ما أكثرها وما أعظم أجرها وخيرها وبركتها، ومن حصرت في أذية عباد الله عز وجل وتتبع سقطاتهم وإشاعة السوء. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال بعض العلماء إن الله ختم الآية بقوله والله يعلم وأنتم لا تعلمون، أنكم ما تعلمون الآثار المترتبة. أن الشخص يأتي يقول والله فلان فيه، والله في امرأة في طرف الحي يقولون عنها ما هي طيبة. يا سبحان الله، هكذا عرض المسلمين عندك سهلة؟ هل ترضى لأمك وأختك وبنتك أن يقال في بيت فلان في العمارة الفلانية فيها فلانة ما هي طيب؟
ولذلك أعظم من يتأذى في عرضها المرأة، ولذلك إذا مست بشرفها أمر عظيم. وذلك قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. ولما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم السبع الموبقات قال اجتنبوا السبع الموبقات، قال قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، مع أن القذف قد يكون للرجل وقد يكون الطالب مع الطالب ويتنافس معه أو يكون عليه بعض الملاحظات ثم يكبر هذه الملاحظات ويبدأ يبث السموم، يذهب إلى المدرس ويقول والله فلان عنده حركات، فلان يفعل، فلان كذا. هذه أشياء عمت بها البلوى، ونكثر من النصيحة منها والتحذير منها لأن شرها عظيم وبلاءها وخيم، وعمت بها البلوى. وعلى كل معلم وعلى كل أب تبدأ المسؤولية من الأب في بيته. كنا في الصغر نجد آباءنا وأمهاتنا يحذرون من الكلام في الناس وكأنه سياج عظيم، يعني أن الإنسان يهلك مجرد أن يتكلم. مجرد لما تأتي كل كان الشخص يأتي حتى عن حسن نية يقول فلا سيارة كذا مثلا خربانة، يقول له مالك شغل كذا، يحقر في كلامه. يعني الذي ينقل أي شيء يذم فيه الناس كان يحقر في المجلس حينما كان الآباء وكانت الأمهات. ولذلك إذا كان الابن يجلس في المجلس ويجد أبوه يقول والله البيت الفلاني هذا كذا وبنت فلان وبنت علان وكذا، سيطلع الابن بنفس المثابة وسينال الأب وزره، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. عليك أن تعلم أن أعراض المسلمين ليست رخيصة، وعليك أن تعلم أن هذا اللسان قد يكبك في النار على وجهك وعلى مناخرك، وأن الله لا يقيم لحسبك ولا نسبك وزن. وإن كان عندك اليوم مكانة أو وظيفة تحتقر بها من دونك فتسب وتشتم وتحتقر وتسيء الظن بعباد الله، فاعلم أنك ستأتي يوما من الأيام حافيا عاريا وقد خلوت من هذه الدنيا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. عندها تعلم ما الذي للمسلمين عليك من حرمة تبدأ من قلبك. قال إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. فالجرأة على أعراض المسلمين هذا خطره عظيم وبلاؤه وخيم، وعلى المسلم أن يحذر الكلام في الناس. إذا كان هذا في عامة الناس فعليه أن يحذر أكثر الحذر في خاصة الناس الذين اصطفاهم الله عز وجل كحفاظ القرآن من أئمة المساجد والخطباء والعلماء والدعاة والصالحين، يحبهم ويعتقد فضلهم ويدعو لهم بالخير، وما رأى من خير نشره وما رأى من سوء ستره، وحرص على النصيحة لهم لأن هذا خيرهم على المسلمين. وعليك أن تعلم أن الكلام في أعراض المسلمين لا توبة منه إلا أن تتحلل صاحب الحق فيبيحك مما أسأت إليه. وكذلك أيضا هناك حق في المجتمع وهو الشائعة التي كانت بسببك، عليك تصحح عقائد الناس وما يظنوه في الغير فتقول الحق وتشهد الحق وتبرئ ذمتك قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وأن تأتي يوم القيامة فيؤخذ من حسناتك على قدر مظلمتك. قال صلى الله عليه وسلم تدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. قال إنما المفلس من يأتي يوم القيامة وله حسنات، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته. يؤخذ من حسناته على قدر مظلمته. الذي كان يتكلم في أعراض الناس في مدرسه في معلمه، إذا كان يتكلم على مستوى طلابه يؤخذ من حسناته على قدر ما أفسد. الذي يتكلم على مستوى الحي على قدره، والذي يتكلم في الانترنت والذي يسب ويشتم سيحمل بين يدي الله أوزارا يتمنى أن أمه لم تلد حتى يأخذ في أعراض المسلمين. غدا ينكشف الغطاء كم شدة من بعدها رخاء، إن الشقي للشقي خائن وكلنا عما نراه بائن، وكل شيء مقبل مولي وكل ذي شيء له مخلي. فعلى المسلم أن ينتبه لنفسه وأن يأخذ الحذر، فإن الله عز وجل أعذر إلى عباده. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يقول تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حبة من خردل في ظلم الناس، في شتم الناس، في إساءة الظن بهم، في إشاعة السوء عنهم، وبالأخص في المؤمنات الغافلات اللاتي هم بريئات. يقول حسان من المؤمنين عائشة التي رميت بالإفك
حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فهذه المرأة المؤمنة والمؤمنات وأعراضهم أمرهم عظيم عند الله، غار الله عليهم من فوق 7 سماوات وحذر عباده. وعلى كل حال على المسلم أن يسأل الله العافية، وعليه أن يعرف قدره، وأن الله لم ينصبه حكما على عباده، وأن الله جعله عبدا ضعيفا. قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفا. فهذا من ضعفه أن يعلم أن الشيطان يتسلط عليه بالوساوس وسوء الظن بالمسلم. فإذا أراد النجاة من الكلام في الناس والطعن في الناس عليه أن يخفف حمله قبل لقاء الله، وعليه أن يأخذ بالوقاية، والوقاية أن يجعل بينه وبين أعراض المسلمين جنة، فإن استطاع ألا يرتع في أعراض المسلمين فليفعل. اللهم إنا نسألك القول السديد والعمل الرشيد، اعصمنا من الزلل ووفقنا في القول والعمل، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.